كما كان متوقعا بطبيعة الحال، القضاء يدين جزائريا ب8 أشهر حبسا نافذا بعد تمزيقه لأوراق نقدية مغربية. والكل شاهد الفيديو على ما أظن. في مباراة الربع التي جمعت بين المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري، قام هذا الشخص بتمزيق ورقة 100 درهم بعد أن أقصي المنتخب الجزائري، تعبيرا منه على أن الجزائر أقصيت عن طريق الحكام وليس كرويا. وهذا السلوك بطبيعة الحال سلوك لا أخلاقي لا رياضي، فلهذا القضاء المغربي حكم على هذا الشخص ب8 أشهر عقوبة مستحقة. هذا التصرف غير مقبول بتاتا. يعني شخص ناضج ما شاء الله، يعني يصدر منه مثل هكذا تصرف عيب. فلهذا يجب أن يعاقب وأن يتربى، باش في المرة الجاية يبقى يفكر قبل ما يصدر منك أي تصرف أي ردة فعل. فكر في العواقب، وكذلك يعني حاول ما أمكن أنك تعطي صورة على المحيط ديالك اللي تربيتي فيه، لأن ردة الفعل ديالك كتعبر على التربية ديالك وعلى المحيط اللي انت جيتي منه. فلهذا هاد الشخص هذا خصو يتربى، باش هكا المرة الجاية إن شاء الله في كأس العالم 2030 ولا في أي تظاهرة في أي دولة كانت، يحترم الناس اللي كيستضيفوه وكيضايفوه كما هما احترموك ودخلوك واستقبلوك وأمنوك ووفروا لك كل شيء. فحتى انت الواجب عليك أنك تحترم وتكون محترم.